السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الرواني من الكيكات الحلوة السهلة وفي نفس الوقت بسرعة، ممكن في 5 دقايق تكونوا خلصينها وفي نفس الوقت طعمها بيبقى جميل جدا. هقول بقى المقادير بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض كده علشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنحط كوباية من السكر. الرواني بيبقى فيها سيمولينا وفيها جوز هند عكس الباباز والكيكات العادية، فهحط كوباية من السكر. النهاردة مش هشتغل بمضرب ولا اي حاجة، وهحط بيضتين 2 بيضايه على طول، وهحط فانيليا ورشه ملح. هقلبها بصوا بالسباتشولا على طول، هقلبها تقليبه بسيطه. هنحط فيها سيرب، فبرضه السكر اللي انتوا شايفينه ده مش قليل علشان لسه هيتحط عليها سيرب. بص تقليبه بسيطه خالص، وبعدين هننزل بمعلقه من السمنه. هقلب برضه تقليبه عشان ادمج بس المقادير مع بعضها. حطينا فانيليا وحطينا سكر وملح، هحط كمان معاها عصره ليمون. بيديها نكهه وبيديها بصراحه طعم حلو جدا، خاصه عشان البيض اللي احنا حاطينه. اقلب. بصوا سهله ازاي. وهنحط نص كوبايه من الزيت، زيت الذره او اي زيت ما يكونش فيه ريحه، يكون نكهته كويسه، عشان الرواني من الحاجات اللي فيها سيمولينا فبتبان فيها النكهات. دي البسبوسه بيبان فيه النكهات. قلب تقليبه كمان، وننزل على طول بكوبايه من الزبادي. احط بقى كوبايه حلوه كده من الزبادي، يعني بمعدل كوبايتين من اللي نشتريهم من بره او كوبايه كبيره. وهقلب بقى كده تقليبه حلوه. قلبنا بقى الخليط حلو، وهنحط نص كوبايه من السيمولينا او دقيق السميد، وهقلب برضو تقليبه كده. وهنحط نص كوبايه من جوز الهند. وهحط لكم برضو المقادير كلها في صندوق الوصف علشان لو حابين ترجعوا لها. قلبناها حلو، وبعدين هنحط كوبايتين ونص من الدقيق الابيض بقى، وكمان بنبقى نخلينه حلو. وهنحط معاه معلقه كبيره من البيكنج باودر او كيس من البيكنج باودر. هنا معلقتين معلقه صغيره، فهحط معلقتين زي ما انتم شايفين كده مليانين بما يعادل معلقه كبيره. هنقلب بقى ونشوف. لو حاسين ان العجينه بتاعه الكيك محتاجه، ممكن يا نحط شويه من اللبن يا شويه من الميه. بصوا بقى القوام بتاعها بقى حلو ازاي. بصوا طبعا احنا حاطين جوز هند فيها، حاطين سيمولينا، الزبادي كمان بيديها طعم حلو جدا. حسينا ان هي محتاجه لبن هنحط لها. هي خلاص قوامها حلو كده. اي صينيه عندنا، دي صينيه بايركس ودهنينها بالسمنه، يا سمنه يا زبده، افضل من الزيت على فكره. الزيت بيلزق الكيك، لكن السمنه او الزبده بتدي طعم حلو. هنحط بقى كده الخليط، وبعدين تشغل الفرن على 180 درجه. اول ما بس تعدي تلت ساعه نبدا نبص عليها. بصوا بقى شايفين الرواني بتاعتنا طلعت حلوه ازاي. هنجربها بس الاول اهي. بصوا السكينه طالعه ناشفه. بنعمل فيها ايه اول ما بتطلع من الفرن؟ بيبقى عندنا السيرب بتاع الكنافه، القطايف، الحاجات دي بيبقى سيرب تقيل، وهي سخنه وهو بارد بنبدا بقى ايه نسمي الله كده ونسقيها. نسقيها حلو كده علشان ايه؟ هي من الكيكات الهشه الجميله جدا، وبتشرب السيرب زي ما انتم شايفين اهي. كل ما نسقيها بتدي طعم حلو جدا لما تبرد. هقطع لكم بقى ايه قطع كده عشان برضو نشوفها من جوه. طبعا بصوا دايبه ازاي، بس هي لسه سخنه. منتهى الروعه، جربوها والله ما هتندموا لما تجربوا. حلوه جدا. ميكس كده ما بين البسبوسه، الباباز، الرواني، من الحاجات الحلوه جدا. بس احنا كمان ضايفين لها جوز هند، ضايفين لها اسمي بتاع ده، هم بيعملوها زي الكيكه الاسفنجيه بالظبط. احنا هنا النهارده ضايفين لها حاجات حلوه،
عاملينها غنية يعني. عليها بقى ايه؟ جوز هند، بما اننا حاطين لها جوز هند من جوه، وبنفس الوقت بيديها ايه؟ بيزود القيمة الغذائية ويديها شكل حلو. شايفين بقى قطعنا قطعة مع بعض عشان برضو نشوفها من جوه عاملة ازاي. ان شاء الله تجربوها بإذن الله، حلوة جميلة جدا على فكرة، كأننا بناكل بسبوسة بالظبط. ان شاء الله تعجبكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.